الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة افترسوا ولا تختلفوا سد الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمده في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فلا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يسمع ولا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في رفح وفي كل مكان وفي كل الزمان يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبد سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan pentingnya iman kepada hal-hal yang gaib. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu annal musyrikin qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad unsub lana rabbak fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beberapa orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami silsilah Tuhanmu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala langsung menurunkan satu surat. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Diulangi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang musyrik di kota Mekah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang silsilah Tuhanmu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala langsung menurunkan ayat, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu zalik wa syatamani wa lam yakul lahu zalik amma takdzibuhu iyaya ay yaqula inni lan u'idahu kama bada'tuhu wa amma syatmuhu iyaya ay yaqula ittakhadallahu walada wa ana as-samad alladzi lam alid wa lam ulad wa lam akun li kufuwan ahad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, anak Adam telah mendustakanku padahal ia tidak pantas mendustakanku. Ia pun telah mencelaku padahal ia tidak pantas untuk mencelaku. Adapun pendustaannya terhadapku adalah dengan berkata bahwasanya aku tidak akan mengembalikan mereka sebagaimana aku menciptakan mereka. Adapun celaannya terhadapku adalah dengan berkata Allah telah mempunyai anak, sedangkan aku adalah Tuhan yang bergantung kepadaku segala sesuatu, yang aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, anak Adam telah mendustakanku padahal ia tidak pantas mendustakanku. Ia pun telah mencelaku padahal ia tidak pantas untuk mencelaku. Adapun pendustaannya terhadapku adalah dengan mengatakan bahwasanya aku tidak akan mengembalikannya sebagaimana aku telah menciptakannya pertama kali. Adapun celaannya kepadaku adalah dengan berkata Allah telah mempunyai anak, sedangkan aku adalah Tuhan yang bergantung kepadaku segala sesuatu. Aku tidak beranak dan aku pun tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadza khalaqallahu al-khalq faman khalaqallah fa iza qalu zalika faqulu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma yatsful an yasarihi salasan wal yasta'iz minasy syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya manusia sering bertanya sampai-sampai ada yang bertanya, Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bila mereka berkata demikian, maka ucapkanlah Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali dan berlindung kepada Allah dari syaitan. Hadis riwayat Abu Dawud. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak henti-hentinya manusia sering bertanya sampai-sampai ada yang bertanya, Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bila mereka berkata demikian, maka ucapkanlah Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan pada Allah dari gangguan syaitan. Hadis riwayat Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadan walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya orang-orang beriman mengetahui betapa dahsyatnya siksa yang ada di sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang berharap bisa masuk surga. Demikian pula jika semua orang kafir mengetahui besarnya rahmat di sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa dari masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya orang-orang beriman mengetahui dahsyatnya siksa yang ada di sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang berharap bisa masuk surga. Demikian pula jika orang-orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya, dari surganya. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Ia menurunkan 1 rahmat di muka bumi
di kalangan jin, manusia, binatang berkaki empat dan binatang melata. Dengan satu rahmat itu mereka saling berbagi dan berbelas kasih dan menyayangi. Dan dengan rahmat itu pula seekor binatang liar dapat mengasihi anaknya. Allah menunda 99 rahmat lainnya yang dengannya ia akan merahmati orang-orang beriman pada hari kiamat. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ia menurunkan satu rahmat di muka bumi ini. Dengan satu rahmat itu para kalangan jin, manusia, binatang berkaki empat dan binatang melata saling berbagi. Dengan rahmat itu mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengan rahmat itu pula seekor binatang buas dapat mengasihi anaknya. Allah menunda sisa 99 rahmatnya yang dengannya itu ia merahmati hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan beriman kepada Allah. InsyaAllah apa yang kita dengar, apa yang kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihikal karim wal azzi min sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم.